أجواء معسكر الزمالك في الجزائر، وإيه اللي قاله اللعيبة قبل ماتش شباب بلوزداد، وإيه اللي قاله معتمد جمال قبل ماتش شباب بلوزداد. وكمان هنتكلم عن ابلكيشن الزمالك وأغرب أو أحدث الحاجات اللي هتحصل في الابلكيشن، وكمان في كلام غريب طلع هنوضحه لكل جمهور الزمالك. استنونا كل الكلام ده في الفيديو ده. لكن في البداية اعمل اشتراك في القناة، ومش هنتقل عليك لو انت فعلت الجرس، وتابعني على قناة على اليوتيوب. مساء الفل، ازيكم؟ النهاردة يوم الخميس، وقبل مباراة الذهاب نص نهائي كأس الكونفدرالية ضد شباب بلوزداد الزمالك في الجزائر. كابتن معتمد جمال خلاص بيحط الرتوش الأخيرة قبل المباراة. اللي عايز أكده إن الحمد لله المعنويات مرتفعة جدا في معسكر الزمالك في الجزائر. اللعيبة هادية وبيهزروا وبيلعبوا مع والدنيا تمام. طبعا ليه؟ يعني لأن كله قابض وكله زي بعضه. بالنسبة للعيبة، آدم كايد اتكلم على إن اللعب مع الجمهور واللعب في الأدوار دي هو بيبقى محتاج عقلية ومنتاليتي أقوى من التدريبات والتكتيك والحاجات دي. الماتش هيبقى فيه ضغط أعصاب على اللعيبة، ولكن هم بيتعاملوا مع الموضوع ده وهيتفرجوا على الفيديوهات اللي محضرها الجهاز الفني. الجهاز الفني اشتغل على اللعيبة بتاعت الزمالك فردي وجماعي، وقعد المحلل الأداء مع أكتر من لاعب، بيقعد مع اتنين لعيبة مع بعض، ويبدأ يشرح لهم ايه الأخطاء اللي وقعوا فيها في الماتشات اللي فاتت، وايه المطلوب منهم في مباراة شباب بلوزداد. كمان كابتن معتمد في حيرة. ليه في حيرة؟ لكن هي حيرة لذيذة، ان كل اللعيبة جاهزة، فهو بيفكر ازاي يبدأ مباراة شباب بلوزداد يحقق المطلوب. ان هو عايز يرجع بنتيجة ايجابية تسهل مهمة القاهرة، خصوصا يعني ان مباراة شباب بلوزداد في الجزائر هي مفتاح التتويج ان شاء الله بكاس الكونفدرالية، لان الطرف الثاني هم فرق طبعا محترمة، سواء اتحاد العاصمة الجزائري لكن هو في المركز العاشر او ال11 في الدوري الجزائري، او الفريق المغربي اللي في مناطق الهبوط. تاني حاجة بالنسبة لمعسكر الزمالك، اللعيبة قعدت مع بعض واتكلموا مع بعض ان هم عايزين يبقوا يكملوا على نفس الاداء والنتيجة اللي حققوها قدام مباراة المصري. وفي تحفيز كبير جدا بيقوده عبد الله السعيد في كلامه مع اللعيبة، وايضا برضو عمر جابر والونش من اتكلموا مع اللعيبة وقعدوا مع اللعيبة. وكمان كابتن معتمد جمال لسه لحد دلوقتي ما استقرش على التشكيل النهائي اللي هيلعب بيه المباراة، ولكن في توقعاتي بدون اي معلومة اتوقع انه هيبدأ بالمهدي سليمان، ويلعب في مركز الظهير الايسر محمود بن تايك، وفي قلب الدفاع هيلعب بحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، وعلى اليمين هيلعب بعمر جابر. ده توقعي مش اي معلومة. ممكن نلاقي محمد ابراهيم في الظهير الايمن بكرة ان شاء الله. في نص الملعب هيلعب بمحمد شحاتة بعد عودته من الإيقاف. على يمينه هيكون موجود، أعتقد إن هيلعب بأحمد ربيع عشان يأمن نص الملعب، ومعاهم فتوح. وفي الهجوم ممكن يحافظ على الثلاثي بتوعه بأدوار الدفاعية وأدوار ضغط من قدام، عشان شباب بلوزداد من الفرق المميزة جدا في مركز الظهيرين، فمحتاج انك انت تهاجم او تدافع عليهم من قدام عن طريق عدي الدباغ واخوان بزيرة. انك انت لو وقفت الظهيرين بتوع شباب بلوزداد هتبقى عديت اخطر حاجة عندهم، لان هم عندهم ظهير ايمن عامل 10 اسيست في الموسم، وظهير ايسر عامل 10 اسيست، يعني 20 جون اتصنعوا من خلال الظهيرين بتوعهم في الموسم الحالي. طيب نروح للموضوع التاني. الموضوع التاني اللي بنتكلم عليه اللي هو ابلكيشن الزمالك. طيب هو عشان نبقى نوضح وبنكرر وبنقول، في كذا ابلكيشن بيحمل اسم زملكاوي. ابلكيشن زملكاوي هو ابلكيشن واحد بس اللي موجود الرسمي على المنصات الرسمية، وانا حطيت عندي اللينك، وبس خدوه من الصفحة الرسمية لنادي الزمالك. الابلكيشن يعني الزمالك اعلن ان هو في اكتر من 1,000,000 داونلود حصل له للابلكيشن،
ده رقم مهول جدا. وخلي بالنا احنا لسه في البث التجريبي، بمعنى ان هيحصل فيه مشاكل، وده طبيعي. اي حد شغال في المجال عارف ان اي ابلكيشن بيطلع بيبقى فيه مشاكل تقنية وبتتحل. فده طبيعي بيحصل، وهتلاقي مشاكل تقنية بتطلع. في بقى ابلكيشن تاني بيحمل نفس الاسم والناس متلخبطة فيه، وده بنحذر منه كويس جدا. يعني ان الابليكيشن اللي موجود التاني ده كان عرض سعر متقدم، وفي احد الناس يعني المدعين الزملكاوية يعني كان منزل إن عرض سعر متسرب له من محضر اجتماع مجلس إدارة في شركة اسمها مايند، قدمت عرض سعر للزمالك، وبيقول ان الشركة دي هتاخد 60% والزمالك هياخد 40% من النسبة. الكلام ده عاري تماما من الصحة، ده عرض سعر اتقدم واترفض، زي اي شركة ممكن تقدم عرض سعر ويطرح على اعضاء مجلس الإدارة ويترفض. فمش دي الشركة اللي الزمالك اتعاقد معاها. الزمالك اتعاقد مع شركة محترمة جدا وعندها فرع في أمريكا، وصاحبها راجل زملكاوي جدا جدا، وبيقدم كل اللي يقدر عليه عشان خدمة نادي الزمالك. وفي مفاجأة هيتم الإعلان عنها لما الابليكيشن خلاص يستقر إن شاء الله خلال 4-5 أيام، يعني بإذن الله تكون المدفوعات اشتغلت، ويكون ال 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 كمان كل المشاكل التقنية اتحلت، ويتعلن عن المفاجأة اللي تخص السنة الأولى في التعاقد. وبخصوص الدفع على الابليكيشن، هو اوريدي اتفتح دلوقتي، لكن عن طريق جوجل باي وبالكريدت كارد بس، دي كفيز 1 او المرحلة الأولى. بعد كده هيتم فتح بقى كل وسائل الدفع الأخرى، لكن دي كخطوة أولى. جوجل باي هو اللي بتقدر تدفع من عن طريقه الاشتراك. أنا عن نفسي اشتركت سنة مبدئيا، وإن شاء الله كل جمهور الزمالك يشترك باللي يقدر عليه، وإن شاء الله نكون خير داعم لنادينا. حاجة كمان، الابليكيشن اللي موجود اللي اسمه عليه اسم شركة مايند ده مش ده الابليكيشن يا جماعة. وده يعني حاولوا لو في اي حاجة تعملوا له ريبورت عشان يتشال، لان ده مش الابليكيشن الرسمي لجمهور الزمالك اللي نزل على الصفحة الرسمية. الزمالك بيتارجت من الابليكيشن مليون مشترك، يعني مليون واحد دفع الفلوس. مليون مشترك ده لو في السنة الأولى الناس اشتركت بانتظام، ممكن يخش للزمالك عقد خرافي. يعني مبلغ خرافي مش هيجيله أصلا من الرعاية اللي بتجيله من حد تاني. وأعتقد إن لو نجح إن شاء الله هتلاقي أندية كتير في مصر بتقلده، لأن ده أول نادي مصري يطبق الفكرة دي. والأفكار دي سهلة أي حد يعملها، هيجيبوا شركة ويعملوها وهيشتركوا ويبدأوا يتحدوك في حاجة زي كده. فأنت كزملكاوي بادر ونجح الفكرة، عشان احنا اكتر ناس محتاجينها يعني كجمهور. اوضح حاجة بس بالنسبة للتسريبات اللي بتطلع لأحد الاشخاص على السوشيال ميديا من محاضر اجتماعات مجلس إدارة. كان في الاول بيتبعت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على الواتساب، ولما تم تسريب بعض الجلسات للشخص ده، فقرروا مجلس الإدارة إن هم هيبطلوا إرسال محاضر الاجتماع على الواتساب، مش هيبقى ليها نسخة رقمية يعني. فبالتالي هيبقى معروف مين اللي هيطلب صور من محاضر الاجتماع عشان يصورها ويبعتها للشخص ده. فالشخص ده وقف معلوماته لحد شركة مايند، لكن ما عندوش العقد ولا عنده التفاصيل ولا عنده النسب المفروض الزمالك ياخدها من الابليكيشن، وهي نسب الزمالك ليه الغالبية العظمى من قيمة التعاقد. وزي ما بقول ان هيبقى في مفاجأة في السنة الأولى، والعقد إن شاء الله هيتعلن تفاصيله بإذن الله لما الدنيا تبقى مستقرة. أنا عارف إن في أبليكيشن، في ناس بتقابلها مشاكل وهم داخلين الأبليكيشن. ده طبيعي يا جماعة، زي ما قلت إحنا في البث التجريبي، وإن شاء الله المتوقع إن يخلص الكلام ده في خلال 4-5 أيام، ويظهر بقى أوبشن المدفوعات إنك أنت تقدر تشترك في الباقات المميزة، سواء بقى تدفع شهر أو سنة أو 6 شهور حسب مقدرتك يعني، وهتستفيد بكل المميزات اللي إحنا ذكرناها قبل كده، اللي هي سواء بقى فيديوهات حصرية، محتوى حصري، وهيبقى في جزء مجاني. برضو المجاني يا جماعة برضو بيفيد النادي عشان بس نبقى واضحين، لكن مش زي طبعا الاشتراك. هيقدر ان هو يشوف المحتوى، يتابع نتائج المباريات اللي هو بيحبها ويتوقع المباريات ولكن اللي هيستفيد بالمميزات هو طبعا المشترك، ان هو بقى ممكن يبقى له فرصة ان هو يحضر التمرينات ويتصور مع اللعيبة وياخد هدايا من الستور بتاع الزمالك اللي هيخش لاحقا للابليكيشن.
فكل المميزات دي يا جماعة هتلاقوها في ابلكيشن الزمالك. ان شاء الله نكسب بكرة او نعدي بنتيجة ايجابية ان شاء الله، وبإذن الله نلقاكم بعد المباراة. ما تنساش لو انت وصلت الحتة دي في الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس، وشكرا لدعمكم. سلام.